عمرك سألت نفسك ليه سعر البنزين في مصر بيزيد حتى لما نسمع إن سعر النفط العالمي نزل أو إن الدولار نزل كمان؟ طب إزاي كده؟ خليني أوضح لك في دقيقة ونص. بص يا سيدي، سعر البنزين مش بيتحدد بس بالنفط ولا الدولار، في 3 حاجات كبار بيتحكموا في السعر الحقيقي. أول حاجة تكاليف التكرير والنقل والتوزيع. البنزين مش بيجي من البير على طول المحطة، في مراحل كتير وكل مرحلة ليها تكلفتها. تاني حاجة الضرائب والرسوم الحكومية. الدولة بتحط نسبة معينة على كل لتر بنزين علشان تعوض فرق الدعم وتظبط الميزانية. تالت حاجة سياسة التسعير التلقائي، ودي لجنة بتراجع الأسعار كل 3 شهور، يعني لو التكاليف زادت عالمياً أو محلياً السعر هيزيد حتى لو النفط وقتها نازل شوية. وده معناه إن نزول النفط أو الدولار مش معناه إن البنزين لازم يرخص، لأن في تكاليف تانية بتفضل ثابتة أو حتى بتزيد جوه البلد. أما عن السؤال الكبير بقى، هل ممكن البنزين يوصل 50 جنيه؟ الجواب مش مستحيل، بس مش قريب كده برضه. ده ممكن يحصل لو التكاليف زادت أو الدعم اختفى خالص. يعني ببساطة كده الموضوع مش بسيط زي ما الناس فاكرة، مش كل ما النفط نزل البنزين يرخص. افهم قبل ما تحكم وتابعني علشان تفهم الاقتصاد ببساطة.